Hello everyone, welcome to a new video. النهارده عندنا درس بسيط جدا وسهل لحبايبنا اللي هم في KG1 وKG2 وأولى ابتدائي وممكن تانية ابتدائي. امتى بستخدم وآن؟ وآن بستخدمهم امتى؟ وآن الاتنين بيجوا مع الاسم المفرد. الاسم المفرد اللي بقدر اجيب منه جمع بعد كده. تمام؟ طيب نبص كده على السبورة ونشوف بستخدمها ازاي. بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بحرف كونسونانت او ساكن مش حرف متحرك. احنا كلنا عارفين الحروف الفاولز او الحروف الشقية او الحروف المتحركة اهم عملناهم في الشكل ده A E I O U A E I O U دول الفاولز او الحروف الشقية. تمام؟ طيب يبقى أي كلمة بتبدأ بحرف غير الحروف دول الحرف كونسونانت أو ساكن بناخد قبلها تبقى مفرد. a bag يعني حقيبة أو شنطة a bag. a snake ثعبان a snake. a teacher مدرس a teacher. a pen قلم جاف. a park حديقة. تمام؟ يبقى أنا ممكن أشيل دي وأحط one، يعني a bag معناها one bag، a snake معناها one snake، وهكذا. طيب إمتى بستخدم بستخدم قبل الكلمة الناون المفرد اللي بيبدأ بحرف شقي من الحروف دي، زي an apple تفاحة واحدة. ممكن أشيل وأحط مكانها one. برافو، ممكن أقول one apple. يبقى an apple هي نفسها one apple. an umbrella يعني مظلة أو شمسية. an egg بيضة. an orange برتقانة. an orange أو برتقالة. تمام؟ an ice cream. ركزوا وإن شاء الله مش هتغلطوا في أي سؤال عايز منك تختار أو لو انتوا ركزتوا كويس وفهمتوا الدرس بتاعنا. يا رب تلاقوا عندنا كل جديد وتستفيدوا معانا وتشتركوا في قناتنا جرين دريم عشان يوصلكم مننا كل جديد. Thank you and goodbye.